بتكلم على الفيربال كوميونيكيشن سكيلز. ايه الحاجات اللي انا اخد بالي منها وانا بتكلم بقى؟ اول حاجه التون بتاع الكلام. لازم التون يبقى عالي، صوتك يبقى عالي، لازم يبقى سرعه، ما تتكلمش بسرعه وفي الاخر الكلام مش باين، مخارج الالفاظ مش باين. لا، اتكلم بالراحه، بس مش بالراحه يعني بطيء خالص، لا، بتكلم بالراحه مش بسرعه، بحيث ان كل كلمه واضحه، مخارج الالفاظ كلها واضحه، بحيث اللي ما يقوليش ايه انا مش سامع بتقول ايه. لا، لازم كل كلمه واضحه وانا بتكلم. جميل. طيب ايه تاني؟ لازم يبقى كلامي محدد، السؤال اجاوب الاجابه المناسبه لي، بلاش حشو ولا زياده. واحده اقول لي لا بس انا كنت اسمع دكتور في الانترفيو بتاع الميديكال ريب ده لازم تتكلم كتير. اتكلم كتير طول ما الاجابه تستدعي كده، طول ما الاجابه يعني فيها كلام كتير، لكن ما تتكلمش كتير ويبقى كلام حشو ملوش اي لازمه. طيب جميل. ايه تاني؟ لازم حضرتك تستخدم المصطلحات اللي هي معروفه في الكارير واحنا اتكلمنا عليها قبل كده. يعني لو بيتكلم على التارجت مثلا، ده تقول له انا هعمل يا دكتور فوركاست للتارجت، انا هعمل تارجت بريك داون، انا يا دكتور لازم اعمل فولو اب للدكاتره. فبالتالي كل المصطلحات دي معروفه ان محدش بيستخدمها غير اللي في الكارير. فان معنى اللي حضرتك عارفها حاجه من الاثنين: يا اما حضرتك بتتابع فيديوهات وشغوف بالكارير وعايز تعرف عنه اكتر، يا اما حضرتك نزلت مع زميل ليك اكسبيرينس وبقاله فتره شغال وسمعت منه